السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن حال. برحب بالناس اللي اشتركت في قناتي ولو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي الجديدة. وزي ما انتوا شايفين الحلويات اللي احنا عاملينها النهاردة دي اكلة حبيش كده وجميلة. بس قبل ما نبدأ الفيديو، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة بقى كان عندنا روتين كده خفيف في الشقة، وبعد كده عملنا أكلة المسقعة دي. بصوا أوضة الأطفال عاملة ازاي، أوضة العيال عندي عاملة ازاي. كان اجازة امبارح بقى وقعدوا يلعبوا، وبصوا بهدلولي الدنيا خالص. يعني بصوا، بس برضو ايه احنا قدها يعني وقدود. اهي بص بقى الست المصرية دي تعمل من كوخها قصر، تعمل من الكوخ بتاعها قصر. بصوا حاجة بسيطة كده، يعني ايه يعني انا عارفة ان الشقة بتاعتي فيها حاجات كتير، بس والله غصب عني كنت بشاور لكم على مكنة الخياطة كمان، لان الحاجات دي كانت في المحل عندي تحت. انا كنت فاتحة محل صغنن كده بتاع خياطة ومكتبة مع بعض، فالحاجات لما سيبنا المحل الحاجات كلها طلعت. طبعا ايه، والانتري برضو كده. بصوا الانتري، يعني ده مكتب، الكمبيوتر بتاع الولاد، ده فرن، والسرير بتاع رحمة كان المفروض اصلا مفروش هنا كده مكان الفرن كده، بس طبعا عشان الفرن وعشان الزحمة اللي في الشقة دي ما فرشتوش، كنت لسه شارياه يعني وما فرشتوش. تمام. طبعا الانتريات ما بيبقاش فيها حاجة، فانا طبعا اللي مفصلة البياضات ديت، انا اللي مفصلة الستاير برضو، انا اللي مفصلاها. حاجات. بصوا المطبخ بقى كارثة كارثة كارثة. بصوا المطبخ عامل ازاي. انا طبعا بقى ايه، ما سبتوش، دخلت على المواعين كده بقلب جامد، يلا صابونك والليفة بتاعتنا واشتغل. هوبا هوبا يلا. طبعا يا جماعة والله يعني انا عارفة ان شقتي بسيطة وكل حاجتي بسيطة، بس ان شاء الله هنجدد كل حاجة معاكم. تمام، نجدد كل حاجة كده مع بعض، وهنمشي مع بعض واحدة واحدة من الاول. ولو وصلت لحد هنا متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي الجديدة. بدأت بقى اغسل الاطباق في الوقت ده. اصلا انا كنت قطعت البتنجان ورشيت عليه ميه وملح كده عشان ينزل رشيت عليه حبه ملح عشان ينزل كل الميه اللي فيه، والفلفل طبعا ظبطته وكل حاجه، وضربت الطماطم. بس قلت اغسل المواعين كده بالمره وانا واقفه كده الاول عشان يبقى الحوض نضيف معانا. تمام. الواحد كان متنكد قوي بسبب خبر برضو سمعته على اليوتيوب كده، ان في برضو ولد قتل مامته. وبصي بقى حكايات كده غريبة والله يا جماعة. احنا حاسة ان الواحد بقى في اخر الزمن خلاص. يعني تشيلك 9 شهور في بطنها ويقتلها كده بكل سهولة ومفيش اي حاجة. وكمان ده في كلية دينية، يعني كلية شريعة. الولد ده في كلية شريعة. يعني بص بقى، يعني والله العظيم يا جماعة، والله الواحد بقى في آخر الزمان يا جماعة والله. لما الابن كده اللي تشيليه في بطنك 9 شهور يغدر بيكي في ثانية كده. كلها كوارث كده بتيجي ورا بعضها، غير كارثة برضو اللي احنا اتكلمنا فيها الفيديو اللي فات بتاع المصل، ولا بتاع المخدر اللي هو GBH ده. كلهم بيجوا ورا بعض كده، المصائب مصايب ورا بعض كده. ربنا يحفظ ولادنا وبناتنا يا رب، ويجعلهم بارين بينا كده وينصر أهل غزة. اللهم انصر أهل غزة يا رب، اللهم انصر أهل غزة يا رب، بعدد من كل من يقول آمين يا رب العالمين. اللهم آمين. ربنا ينصرهم. دلوقتي بقى كده أنا بدأت أبدأ في المواعين حبة حبة كده. قلت أخلصهم وأنا واقفة و بس انا اللي عملت كده في نفسي والله. انا كسلت اغسلهم بالليل امبارح، بس كان الجو ساقع والله ومطر عندنا كده حاجه بسيطه كده، وكان الجو ساقع ما كنت مكسله خالص اقوم اعملهم امبارح. فصحيت الصبح بقى على المنظر ده، والله بصوا بقول لكم نفسي تصدق ان انا ادخل، بس قلت بقى اتشجع كده واشجعكم معايا. يلا كده روتين تحفيزي كده خفيف. المواعين ما كانش فيها حاجات كتيره، يعني هي كانوا حبه اطباق مكان المكرونه امبارح، وحاجات بسيطة كده جنبيهم مكان حلبة ومكان، والكوبايات مكان الحلبة والشاي، والمصفى بتاع المكرونة وحبة الأطباق اللي احنا أكلنا فيهم بس.
بعد كده بقى طلعت ايه روقت الصالة. طبعا انا مصورتلكوش في الصالة لان العيال قاعدين برا، قلت ايه هخليها اخر حاجة هعملها وخلاص كده هقعد اعمل الاكل الاول وبعدين ابقى اطلع على الصالة اعملها هي نظيفة. يعني انا لسه ايه مسحة وفرشة الاسبوع اللي فات، ما كنتش فرشة الارض طبعا ولسه فرشة عشان ايه الشتا الجو ساقع بقى. البلاط زي ما انتوا عارفين بيجيب ساقعة كده، فقلت لا انا هفرش بقى وادفيها تدفي الدنيا كده. عندي رحمة أكمل ما شاء الله لسه يعني ايه لسه صغيرة بتحب تجري وتلعب في الصالة، فالصالة منها مش مفروشة بقى، قلت لا افرش عشان رجلها بقت تبقى بدأت تسقع كده بحس انها سقعانة. تمام. انا طبعا الخلاط ده مغسول والهون مغسول والاطباق اللي هناك دي كلها مغسولة هشيلهم دلوقتي وافضي الحوض كله. تمام. وبعدين اجيب بعد كده اجيب كوبايات. طبعا انا عامله ليفه للكوبايات وليفه للايه للاطباق والحلل. تمام يا بنات. تمام اهو بصوا شلت الخلاط ده كله، ده كان المواعين ايه مغسوله من امبارح وركناها تتصفى يعني. تمام. بس كده الحوض كده خلص. هجيب بقى الايه همسح الحوض دلوقتي كده مسحه خفيفه واجيب الازايز املاها بالمره من الفلتر كده. اجيب الازايز املاها. معلش بقى بقالي كتير اصلا ما سجلتش، يعني بقالي يومين او 3. الاسبوع ده بقى اسبوع امتحانات بقى، وانا ما شاء الله عندي ثانويه عامه وعندي اعداديه، اولى ثانوي اولى اعدادي ورابعه ابتدائي، كلهم ايه سنوات نقل كده، وربنا ينجحهم يا رب هو اللي زيهم ونجح ولاد المسلمين اجمعين يا رب وما يخيب لهمش تعب. والله بص التقييمات من يما وامتحانات الشهور من يما ولسه منزل لنا امتحانات السنة نص السنة، فربنا يا رب ما يخيب لهمش تعب. والله الواحد تعب لهم والله. مش عارفة داس على ولي الأمر وداس على التلميذ جامد أوي العيال، والله حاسة ان هيجيلهم اكتئاب من كتر يا تقييمات يا امتحانات شهرية، في الآخر ينزل لهم امتحان نص السنة قبليها بشهر، قبل الامتحانات بشهر. كانوا بينزل قبل الامتحانات بأسبوع أو ب3 أيام، لا منزلهن قبليها بشهر. ربنا يسترها على أولادنا والله، يا ربنا يسترها على أولادنا. الواحد خايف عليهم والله من الضغط اللي هو عليهم ده، بس احنا بنعمل اللي علينا وهما بيعملوا اللي عليهم والباقي على ربنا، والباقي على ربنا ما يخيب لهمش تعب طبعا. وبندعي لهم ربنا يوفقهم وينجحهم ويسترها معاهم دنيا وآخرة يا رب العالمين. نيجي بقى ايه بصوا بقى بدأت املى الازاز كده، وانا لسه مخلصتش المواعين بس قلت الفلتر اتملى فاملى الازاز عشان يلحق يملى تاني للكولمان. بملى الكولمان كمان بعديه، بس هو كان مليان عندي فما مليتوش في الفيديو ده. طبعا بقى مع الجو بتاع اخر الليل ده كنت انا جبنا كده حته جبنه وجبنا بطاطس مهروسه امبارح بالليل وقعدنا ناكل جبنه وبطاطس مهروسه، وكان عندنا كمان طماطمايه مع خيارايه كده وقعدنا كلنا امبارح. في الصبح طبعا فطرنا، فدي كلها كانت بتاعة العشاء امبارح والفطار والايه واكلة اخر الليل دي. تمام. دي بقى مكان الحلة ديت بعمل فيها الحلبة على طول، بعمل فيها الحلبة على طول فبتصفر مني كده بس بتنضف يعني مع الدهك ما بتبقاش صفرة يعني. تمام. نزلت بس النهاردة جبت طماطم جبت فلفل. جبت الطماطم النهاردة رخيصة والله جميلة حمرا زي الوردة، هوريها لكم برضو في الفيديو واقول لكم عليها سعرها اللي عندي. تمام. انا بقى ايه قلت انا هعمل كوبايه شاي بس مصورتوش وانا بعمل ايه وانا بعمله، يعني شغلت الكاتل كده ورايا حواليا وانا بشتغل بعمل ايه بملى الازاز كده يعتبر خلصت الايه الاطباق. تمام. هبدأ بقى في ايه في الكوبايات بتاعه الحلبة بتاعه امبارح، كوبايات بتاعه الحلبة وكوبايات الشاي. تمام. جبت النهارده جبت بطاطس وجبت فلفل وجبت طماطم اهيت في الفيديو اهي. دي الصينية مكان العشاء اهي دي الصينية مكان العشاء، قلت اغسلها بالمرة عشان اركنها واشيلها. تمام. دي الصينية دي جميلة بقى اوي ستانلس كده صغنونة، تخريط ملوخية بخرط عليها عشا كده كده على 2 أو 3 يبقوا بيتعشوا بيها فطار 2 3 بنفطر عليها. وعندي الكبيرة برضو، انا عندي الصينية الكبيرة، وطبعا عندي الصواني اللي هي بتاعة الفرن اللي هي الصواني الألمونيا اللي زي الاستانلس دي بس ألمونيا اللي بنعمل فيها القرص في الفرن والكلام ده. ده انا جبت الفرن مخصوص عشان
عشان الصواني. انا جبت الصواني قبل الفرن؟ لا، انا ما جبتش الصواني قبل الفرن. الصواني دي بتاع مامتي الله يرحمها، الله يرحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين. الله يرحمها ما توفت انا جبت الصواني بتاعتها يعني. وجبت الغسالة العادية بتاعتها، وانا بغسل برضه هبقى اوريها لكم. جبت الغسالة العادية، انا ما كانش عندي غسالة عادية، عندي الغسالة الاوتوماتيك. بس انا بحب الغسيل بتاع الغسالة العادية كده، بيبقى الابيض كده مزهزه كده وحلو. فقلت ايه، انا هاخد الغسالة العادية كمان جنب الغسالة الاوتوماتيك. بغسل الالوان مثلا بالغسالة الاوتوماتيك، واحوش الابيض ايه اديهم غسلة كده على الغسالة العادية. بس والله بحياتكم انا مكسلة عليه. من اول ما بدأ الجو يشتي كده، مكسلة اغسل على الغسالة العادية، خايفة من المية الساقعة بيني وبينكم. فعمالة ايه احط في الغسالة الاوتوماتيك وخلاص. كده انا خلصت، يعتبر خلصت الاطباق. فاضل الحلة اللي في الحوض دي سبتها تبوش، دي مكانها لحمة مفرومة. وقلت ايه اغسل الكوبايات الاول. تمام. فالفلتر كان هنا كان خلص، وفضل الازازة ديت. شلت الليفة دي بقى، وبدأت بالليفة بتاع الكوبايات. انا بركنها على جنب كده لوحدها. تمام. الايه الليفة للكوبايات بس، كوبايات بتاع الشاي بتاع القهوة بتاع الحلبة، هي دي الليفة بتاعت الكوبايات. تمام. كنا بنقول ايه يا بنات؟ جيت بقى ايه وقلت هعمل الروتين ده النهاردة. لقيت الأوضة بتاع الولاد الصراحة الواحد كان خايف يدخلها والله العظيم. مش عارفة اقول ايه، والله كنت خايفة ادخل. مع ان لسه يعني النهاردة التلات، يعتبر انا فرشة يوم الخميس او الجمعة، يوم الجمعة او يوم الخميس فرشة، ومغيرة الملايات ومغيرة كل حاجة. تمام. بس والله لما شفتها قلت لا، ده انا لازم اقوم بقى، يلا. مفيش كسل النهاردة. قمت كده ظبطتها وظبطت الأوضة، علقت لهم الجواكت، كانوا بيجوا يرموها كده ويسيبوها. علقتها لهم وظبطتها لهم، ومسكتهم بقى لما جم من المدرسة. ظبطتهم، قلت لهم الأوضة هيت ايه، انا بصوا انا تعبت فيها والكلام ده يعني. تمام. فكده انا يعتبر خلصت الكوبايات اهيت. متاخدش معايا حاجة، هي الكوباية اللي انا ركنتها ديت كان مكانها حلبة، ورحمة كانت بتغمس فيها فينو. ففيها فينو لسه لازق فيها ناشف فيها، فقلت املاها مية واسيبها اركنها على ما ايه اخلص المواعين كلها، تبقى ايه تكون بشت. تمام. رحمة طبعا مطلعة عينيا والله يا جماعة. يعني انا قعدت انا متجوزة بقالي 17 سنة. طول 17 سنة دول وانا مستنية البنوتة، هي جاتلي على اخر العنقود. جاتلي اخر العنقود، جبت 3 اولاد ورحمة البنوتة. تمام. فهي بقى بصوا، هي دلع مدلع دلع، والله ما اقولكوش عليه دلع دلع. اقول ايه بس، اقول ايه؟ يلا، ربنا يخليها لي يا رب، ويحميها لي يا رب، يا رب. وطبعا الهدوء اللي انا فيه ده ان رحمة نايمة. رحمة لو ما كانتش نايمة كنت سمعت عياط وكلام وخناق وحاجات من كده. او بدأ الفلتر يملى تاني، وبدأت ايه عاملة اكمل الازاز ايه اللي فاضية. تمام. وكده ايه انا يعتبر خلصت المواعين. فقلت ايه بقى، هقطع البتنجان. كنت قطعت البتنجان وعملت الفلفل، هضرب الطماطم، ضربت الطماطم. المفروض هغسل البطاطس عشان اسلقها. كنت ساعتها بقى ايه هحضر البطاطس عشان ايه اسلقها. تمام. بنغسلها غسلة حلوة كده بالليفة برضو مخصصة للخضار. بس هو الفيديو تقريبا ما انا قصيت الحتة دي من الفيديو، انا بغسل فيها البطاطس. طبعا الجردل اللي هناك ده مكانه جبنة يا جماعة. بس انا ما خلص حطيت كده ايه، حطيته وحطيت فيه شوية ايه مسحوق. تمام. الطماطم بقى ايه، الطماطم النهاردة انا جايباها زي الورد، والله ب7 جنيه ونص، وزي الورد زي الورد. وجبت مستوية، المستوية جبتها ب5 جنيه. والله بصوا ما فيهاش الهوا، والله يا بنات. المهم انا غسلت البطاطس اهو، وولعت عليها وحطيت عليها معلقتين ملح. وقلت ايه هسيبها بقى لحد ما تغلي، وبعدين كده اروح بقى عشان ايه اقلي البتنجان. تمام. ادي البطاطس كده خلصناها، وجيت حاطه طاسه على النار وحاطه فيها الزيت، واقلي البتنجان. طبعا ما بيشربش معايا زيت عشان انا رش عليه ملح، وسبته يصفي ميته في المصفى الصفرا دي.
تمام. ادي كده البتنجان وهسيبه يتحمر، وكده ايه فل 100 فل و10. طبعا كنت ضربة طماطم ومقشرة الثوم عشان ايه يتقلق الصلصة. تمام كده اهو خلصت البتنجان. بحاول اجيب من تحت يعني عشان ما يكونش ايه المية اتصفت منه على الاخر. تمام كده البتنجان اهوت والبطاطس على النار، مياخدش حاجة. والبابا غنوج برضه هشوي بتنجانتين كده نعمل بابا غنوج، وطبق خيار وطماطم. وكده ايه غدا النهاردة. وألف حمد وألف شكر ليك يا رب، ألف حمد وألف شكر ليك يا رب على نعمتك. حلة مسقعة كده جميلة، وشوية بابا غنوج، وشوية بطاطس مهروسة، وطبق فلفل، وطبق وطبق آه طبق بابا غنوج، وطبق خيار على طماطم. قشطة اوي. دلوقتي بقى هوريكم الطماطم اهي، بوريكم الطماطم بقولكوا والله زي الفل ما شاء الله، ما فيهاش اي حاجة، ما فيهاش اي حاجة، جميلة. كنت جايباها كيلو ب7 جنيه ونص، وجبت المستوية ب5 جنيه. قلت اجيب كيلو كده مستوية عشان ايه نعمل بيه المسقعة بدل ما اطلع من ايه من الفريزر. تمام طالما رخيصة اسيب بقى اللي في الفريزر ديت ايه مركون. كده هطلع البتنجان وهخلص الكمية ديت وارجع لكم تاني على طول. كده خلصت البتنجان. طبعا ما تقولوش ان الطاسة هي الطاسة دي اللي انا بستعملها على طول، فهي بتبقى ايه على طول كده. البطاطس استوت اهي صفيتها من المية وهقشرها. وشويت كمان بتنجانتين، شوية بتنجانتين كده شويتهم عشان نعمل بيهم بابا غنوج. وكده خلصت الاكل كده. بصوا ادي المسقعة اهي، كان نفسي اوريها لكم وهي في الحل كده، كانت شكلها تحفة. وحبة البطاطس كده مسلوقة. ولو وصلت لحد هنا ما تنسيش تضغطي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي الجديدة. ويا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، ويا رب يكون خفيف على قلوبكم يا رب العالمين. وما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد وعليه أفضل الصلاة والسلام، وتزينوا التعليقات كده بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وذكر الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.